الفيديو ده للناس اللي هي لسه بتحاول ان هي تطبخ، ما طبختش قبل كده، او البنات اللي هم لسه بيتعلموا، العرايس. عشان اللحمة تطلع معاكي كويسة لازم تسخني الحلة كويس، تحطي معلقة سمنة او زيت او اي حاجة انت عايزة تستخدميها. انا بستخدم السمنة دي. وبعدين بتحطي عليها اللحمة، وبعدين هنحكي في الموضوع ده. انا دلوقتي عايزة اعمل الرز ويطلع معايا مفلفل مش معجن، ويطلع كمان طعمه حلو. بحط معلقة سمنة، وبجيب كوباية شعرية. مثلا لو انا هعمل في حوالي كوبايتين او كوبايتين ونص، بحط كوباية شعرية او كوباية الا شوية، وبحمرها شوية، ما تحمرهاش جامد، يعني تديها بس اللون اللي هو البامبا كده الفاتح، لانها لسه هتتحمر تاني مع الرز. بتقلبيها، لازم تقلبيها كده عشان تطلع كلها لون واحد، ايدك فيها لغاية ما تديكي اللون اللي هو يعني بامبا كده فاتح. بتضيفي عليها الرز وتقلبي شوية الرز علشان بس يسخن مع الشعرية، ويديكي كده ان هو ايه، يعني اتشمع كده كله مع الشعرية. بتحطي بقى الفلفل والملح بتاعك، وبعدين بتغطي الحلة بالمية لغاية ما تبقى يدوبك فوق وش الرز كده المية. وأول ما تبدأ تغلي وطي عليها وحطيها على نار هادية جدا. اللحمة اللي انت عملتيها ما تحطيلهاش أكتر من الملح والفلفل، لأن البهارات الكتير مش بيبوظ، بيخلي طعم اللحمة طعم بهارات. انت عايزة تحس بطعم اللحمة، ما تضيفيش عليها غير ملح وفلفل. وبعد كده حطي عليها البصل بتاعك، واول ما تسيبيها شويه كده مش تتسبك، بس البصل يتمزج مع اللحمه ويبقى كلهم خدوا من ريحه بعض. بتحطي لهم الطماطم، عصير طماطم، صلصه اللي عندك، وبعدين حطي الخضار بتاعك. يطلع